التزاما ملتقى متطوعي إعلامي بلا حدود مع معرض لمحات فلسطينية مع تخريج الدفعة الثالثة لبرنامج رحلة صحافة، واللي هو كان مختص وكفاءة مستهدفة لطلبة من جامعة القدس معهد الإعلام العصري. تدربوا على مدار شهر ونصف تقريبا على إعداد التقارير التلفزيونية ومواضيع أخرى متعددة في المجال وفي العمل الإعلامي. المعرض هو نتاج مبادرة من الاتحاد الأوروبي تم تنفيذها بشهر 12 بعنوان ماراثون الصورة للمصورين الأوروبيين والفلسطينيين. الفكرة من الماراثون كانوا أنه يجتمعوا مصورين فلسطينيين وأوروبيين يروحوا بزيارات لمدن فلسطينية في الضفة الغربية على مدة 7 أيام، منها زاروا رام الله، بيت لحم، الخليل، جزء من المخيمات، جزء من القرى. احنا 7 مصورين فلسطينيين و5 أوروبيين. تقريبا احنا حاولنا نشمل كل الصور في فلسطين، يعني من خلال 5 أيام هاي اللي طلعنا فيها بجولات من كافة المناطق، واستفدنا انه احنا كمان صارت بيننا علاقات اجتماعيه مستمره مع هذول الناس، بنتبادل منهم الخبرات وكمان ثقافتهم بتنعكس علينا كيف احنا بناخذ صورنا لاننا بنتعلم شيء جديد. رحله صحافه هيك زي اكنها بعتبرها انا خريجه هذا الفصل، عن جد لخصت لي ال4 سنين اللي فاتوا. استفدنا كتير شغلات كانت عملي اكثر من انها بس نظري انه حكي. رحنا على كتير مواقع اعلاميه زي رايا اف ام، واجوا مدربين قديرين علمونا زي كيف السلامه المهنيه، كيف الخريج يستعد او يتهيأ للعمل، دخلونا زي كأنه جو سوق العمل. نتاج هذه المبادرة كان معرض أول معرض اليوم، اللي هو معرض تقريبا 42 صورة في لمحات فلسطينية. أعتقد أن هذا معرض رائع فيه الكثير من الصور المثيرة التي تعرض مواهب فذة لطالما علمنا بوجودها هنا، وأنا سعيد جدا لرؤية التعاون بين المصورين الفلسطينيين والأوروبيين بصور من مختلف فلسطين. إن هذا لأمر مثير للإعجاب، وآمل بالسفر في هذا المعرض إلى خارج فلسطين.